هلا ومساء الخير، شلونكم؟ اليوم راح أسوي أكلة كلش طيبة وخفيفة وصحية بنفس الوقت. بالبداية هنا راح أحتاج كيلو لحم مثروم، لحم بقر، وهنا أنا عندي بصل مثروم ومعدنوس وشوية فلفل وشوية ملح. راح أخلط كل المكونات وبعدين أرجع لكم. الخطوة الثانية والأساسية، هنا خليت ورق زبدة وبعدين خليت فوقهم قصدير الطبخ أو السلوفين، وشوية بللته بالمي، وهنا فرشت عليه العجينة، عجينة اللحم على شكل مستطيلة، وأني حشيته هنا بالبيض المسلوق، واللي حاب يحشي خضروات، اللي حاب يحشي جبن براحته. فأني شوية هنا تبلت البيض بالفلفل الأسود والبابريكا. هنا بعد ما تبلت البيض، هنا هسه راح ألف العجينة على شكل رولة، ومثل ما تشوفون أبد لا تخافون العجينة ما تلزق، لأنه اللحم بيدهن، وأني مخلية مي شوية على القصدير أو على السلوفان، مسحته بالمي قبل ما أفرش اللحم عليه مثل ما ذكرت من قبل، ولفيتها بهاي الطريقة، وأبدا لا تخافون ما تتلزق ويانا، وكلش سهلة وحلوة تلتف بسهولة. بس أثناء اللف لازم تضبوها كلش زين حتى ما تصير راخية عندكم. حبايبي هنا صارت عندي جاهزة، وراح أدخلها للفرن على درجة حرارة 200 من فوق ومن جوا أشغله ولمدة ساعة كاملة. وأني سويت وحدة ثانية هنا بس بيها جبن ما بيها بيض. وطبعا هنا خليت خضروات، اللي يحب يضيف شي ثاني براحته، بس أنا حبيت أضيف خضروات. وهنا بعد ما خلصت عندي الأكلة تقريبا أخذت ساعة ونص بالفرن، بس اللحماية ولازم تشوفوها تستوي كل زين، يلا تطلعوها وتقطعوها. طبعا ما أحكي لكم الريحة تجنن والطعم بعد أطيب. حبايبي شكرا لمتابعتكم، وسووا لي اشتراك بالقناة حتى ينزل لكم كل يوم فيديو جديد. مع السلامة.